السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كبدة شرايح مشوية. انا عارفة احنا عملنا الطريقتين قبل كده. الكبدة البانيه اللي هي الشرايح عملنا قبل كده بالردة وعملناها بالفيجيتار. النهاردة ان شاء الله هنعملها مشوية، ولا زيت بقى ولا سمنة ولا الكلام ده خالص. هنشوف مع بعض دلوقتي احنا بنعمل ايه. معايا ربع كيلو كبدة، معايا بصلاية مبشورة، طماطماية مبشورة، عصر ليمونة، توم، ومعايا التوابل زي ما احنا شايفين كده. نزلنا بالحاجة كلها على بعضها كده، وهنعصر الليمون. نزلنا بالثوم والبصل وبشر الطماطم وعصر الليمونة. نعصر الليمونة بحالها او ليمونتين على حسب بقى ما تحب المزازة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هنقلب بقى كويس كده وهننزل بالتوابل. انا معايا هنا جنزبيل، قرفة، ملح، 7 بهارات، فلفل اسمر، ورق لوري. زي ما انتوا شايفين كده هننزل بالتوابل كلها على الكبدة وهنقلبها كويس جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما احنا متفقين طول ما احنا واقفين نعطر فمنا بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والذكر الرحمن وذكر الله سبحانه وتعالى. زي ما انتوا شايفين كده نقلبها كويس جدا جدا وهنحطها في التلاجة لمدة ساعة، نص ساعة، على حسب وقتك. ممكن تبيتيها من بالليل في التتبيلة دي. زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده بقى ايه قلبتها. هنقلبها كويس جدا جدا وهنحطها في التلاجة. انا حطيتها لمدة ساعتين. يعني اخدت وشربت حلو قوي من التتبيله. بس اللي يستحسن يعني قبليها بيوم. يعني لو هتصبحي تعمليها الصبح اعمليها وتبليها من بالليل وشيليها في التلاجة لغايه ما تيجي تعمليها، يبقى طعمها اطعم واطعم كمان. هنروح بقى على خلاص كده. انا سبتها الساعتين وطلعتها خلاص. انا معايا طاسه على البوتاجاز حطيت فيها بالظبط معلقه زيت. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هننزل بالكبدة واحدة واحدة كده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. واحدة واحدة. ونخلي بالنا عرايسنا الحلوين اللي لسه متجوزين يخلوا بالهم من ايديهم. اهو انا هنزل واحدة واحدة بشرايح الكبدة اللي هلاقيها متنية بروح فرداها. كبدة مشوية في منتهى الجمال، ولا زيت، توفير بقى للزيت وللسمنة والكلام ده كله، وصحية كمان. يعني توفير في كل حاجة. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. انا بدوس بس عليها ايه ضغطة بسيطة كده عشان ايه يعني اتأكد ان هي نزلت حبة السوائل بتوعها. زي ما انتوا شايفين كده اهي خلصناها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. في منتهى الجمال، خفيفة وسهلة، مش هتاخد منك وقت على البوتاجاز ولا وقت في المطبخ. يعني ممكن تعملي جنبيها مكرونة، تعملي جنبيها رز مبهر، رز ابيض، رز بشعرية، اللي انت عايزاه. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.